حذروا فزروا الطاجن اللي قدامكم الحلو ده معمول بايه. هو واضح ان هو كفته، بس مش كفته لحمه، كفته فراخ، بس طاجن حلو قوي هيعجبكم وسهل جدا. بصوا، هنسمي الله وهجيب معاه بصلتين، ودول حوالي كوبايه الا ربع كده بقدونس، الورق بس من غير العيدان. فرمتهم كده فرمه خشنه، لان انا لسه هضربهم تاني مع البانيه، فمش عايزه لو فرمتيهم جامد هينزلوا ميه، انا مش عايزه كده. انا عامله النهارده كيلو بانيه، دي كميه كبيره، انت ممكن تعملي نص الكميه. والتوابل ملح وفلفل وبهارات وبابريكا وبصل باودر وتوم باودر، ومعلقتين بقسماط ناعم. دول بيمتصوا اي سوائل في الكفته وبيخلوا الكفته هشه، ممكن تستبدليهم بنشا ممكن. فرمت كمان نص فلفلايه حمرا كده وخلطتها معاهم. انا بحب الفلفل الاحمر اللي هو الالوان ده قوي مع الكفته، بيديها طعم ولون حلو قوي. عجنتها كويس قوي وريحتها في الفريزر نص ساعه، وكورتها كده، واللي تحت ده دقيق. انا عامله النهارده كميه كبيره، انت ممكن تعملي الوصفه بس بنص كيلو. هزيت الطبق بس كده وبدرتهم، وحطيت في الطاسه شويه زيت ومعلقه زبده، يعني معلقتين زيت كده ومعلقه زبده. انا عارفه الناس كلها بتحب البانيه لانه مخلي وسهل، وايا كان برضو مهما غلي يعني هو برضو ارخص من اللحمه. دي وصفه حلوه قوي وسهله، ان شاء الله هتعجبكم جدا. وتغيير، بدل ما كل حاجه باللحمه واللحمه غاليه، ده طاجن حلو قوي بالفراخ، ان شاء الله هيعجبكم قوي. يعني هو سهل وطعمه جميل. خلاص كده قليت الكفته كلها. بصوا قليتها بس في معلقه زبده ومعلقتين زيت. حطيت برضو معلقه زبده ومعلقتين زيت وبصلايه وثلاث فصوص توم. اول ما خدوا معايا لون دهبي نزلت عليهم بمعلقتين كبار صلصه، ونص كيلو عصير طماطم عليه شويه ميه كده مضروب في الخلاط ومتصفي طبعا، وملح وفلفل وشويه بهارات ومعلقه سكر. وطيت على الصلصه كده لحد ما اتسبكت، وبعدين نزلت الكفته في الحله، وقلت بطاطسايه كده مكعبات برضو وحطيتها عليها وزودتها شويه ميه. لو في شوربه ممكن تزوديها شويه شوربه. شايفين؟ بصوا كده الطبخه خلصت، ولا عملنا بشاميل ولا جبنه ولا. بصوا سهوله ما بعدها سهوله. وحطيته في الطاجن ودخلته تحت الشوايه. شايفين بقى شكله بعد ما استوى السوى النهائي؟ شكله تحفه وطعمه روعه. تقدميه جنب عيش، جنب رز ابيض، جنب رز بشعريه، حقيقي طعمه روعه. وما شاء الله بيدي كميه وفيره جدا. انا عايزه اقول لكم الكيلو اللي انا عملته ده كان عامل معايا كميه كبيره جدا. شايفين؟ تحفه، سهل وسريع وطعامه وحلاوه مفيش بعد كده. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، واكتبوا لي رايكم في التعليقات بعد كل وصفه.